الأخير صلى الله عليه وسلم وسيد سادات العرب والعجم أجمعين، صلى الله عليه وسلم. بعثه الله بالهدى والنور لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جعل فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة في الامتثال لأوامره وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يعمل صالحا في هذه الدنيا هو حي، والذي لا يعمل صالحا فهو ميت. قال ربنا في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان، أحييناه بالإيمان. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الذي تحصل على الإيمان وعمل بالإيمان هو حي، والذي لا يعمل بالإيمان وشعب الإيمان فهو ميت. والضريبة التي على أهل الإيمان أن ما تحصلوا عليه من الإيمان أن يعملوا به ويبلغوه. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشي به في الناس، يعلم الناس، والذي يعلم الناس يعلمه الله، والذي يعين الناس يعينه الله، والذي يحافظ على أسرار الناس يحافظ عليه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تأمل، أنت تعين صاحبك، جارك، قريبك على شيء يسير من أشياء الدنيا، جلبية، بدلة، لقمة، مشوار تقضيه، ولكن يأتي العون والمدد من الله. فكم يكون عطاء الله. أستاذ مجدي، كم يكون عطاء الله لهذا العبد الذي هو في عون أخيه. ابن عباس رضي الله عنه أجمعين في المسجد
معتكف، فجاء رجل صاحب حاجة فأخذ حذاءه ثم خرج من المسجد فناداه مناد: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عباس، انت نسيت انك معتكف؟ قال: والذي نفسي بيده سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول: من مشى في حاجة أخيه كان له أجر اعتكاف 10 سنوات. تقضي مصلحة ب5 جنيه ولا ب10 جنيه، تعمل مشوار ياخد فيه 2 ساعتين، لغوا الاعتكاف خالص يا باشا عشان يمشي بقى براحته. تاخد بقى ايه؟ جيت من عندهم أجر اعتكاف 10 سنين، مفيش اعتكاف خالص. وفي رواية أجر اعتكاف شهر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. العمرة بكام وكم يوم؟ ولكن هذا الذي اعتكف شهرا في مسجد النبي كم أجره؟ كم أجره من الله؟ كم عطاء ربنا ليه؟ كم ياخذ من الله الكريم الذي هو يشفيني، الذي إذا مرضت هو يشفيني. يا رب أنا مرضت فاشفيني، يا رب المسلمين كلهم مرضى اشفيهم يا رب، اشفي جميع مرضى المسلمين واجعلنا منهم يا رب، وارحم جميع موتى المسلمين واجعلنا منهم يا عهد يا رب. إنك لا تخلف الميعاد يا رب، إنك لا تخلف الميعاد يا رب، إن وعدك حق ونبيك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بحق هذا الحق أسألك أن تصلح هذه الأمة، تتوب على العصاة وعلى المذنبين، وتهدي الكفار والمشركين يا رب، اهديهم يا رب، اهدي الكفار والمشركين حتى يكف أذاهم عن المسلمين، حتى يكف أذاهم عن المسلمين يا رب. المسلمين حبايبك يا رب، انت بتحب المسلمين، انت بتحب أهل الإيمان. كف أيدي الكفار عن المسلمين حتى يحيوا الحياة الطيبة. فقلت في كتابك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس. قلت أيضا في كتابك الكريم وقولك الحق: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقلت يا رب في كتابك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم ارزقنا الإيمان، آمين. اللهم ارزقنا الإيمان الذي يرضيك يا رب يا رب، إن ذلك عليك يسير. قلت في كتابك الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
لا تضغيس فيها، ولا أمراض ولا أوجاع ولا أسقام ولا غلاء ولا بلاء ولا وباء إلا ورفعت عن هذه الأمة يا رب. ارفع كل بلاء وغلاء عن الأمة يا رب. يا رب، أمة مسكينة، أمة مسكينة ضعيفة، أمة جعانة وعريانة وعطشانة وكربانة وتعبانة. ارفع عنها هذا البلاء يا رب. ارفع عن أمة الحبيب هذا البلاء يا رب. يا رب ادفع عن هذا البلاء الذي جاء في هذه الأيام يا رب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين محافظين على الصلوات. الحمد لله الأمة مليانة صالح. محافظين على الصيام، الحمد لله الأمة فرحانة بالصيام. كنت واصل للأرحام، كتير من الأمة واصل للأرحام، وكتير قاطعين الأرحام. يا رب، كتير من الأمة واكلين المواريث، وكتير من الأمة بيطلعوا المواريث بتاعتهم كما تحب وترضى. يا رب ارحمهم، ارحم الأمة دي يا رب، ارحم هذه الأمة يا رب، اغفر لها وتجاوز عنها يا رب. اللهم اغفر لهذه الأمة وتجاوز عنها يا رب. اللهم اغفر لهذه الأمة وتجاوز عنها يا رب. آمين يا رب. اللهم ارحم أموات هذه الأمة وارحم أحياء هذه الأمة. ارحم الأحياء والأموات، ارحم الأحياء والأموات، فأنت لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. لو دخلتنا كل النار محدش هيحاسبك، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. ولو دخلتنا الجنة محدش هيسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا رب، محدش يقول لك انت عملت ليه كده، دخلتهم الجنة ليه، أو دخلتهم النار ليه، أو حشتهم بعيد عن النار ليه. محدش هيقول لك يا رب. لا يسأل عما يفعل وحماد حجاجي يسأل. حماد يسأل وأنت لا تسأل. حماد يسأل ورحمته وسعت كل شيء. وأنت لا تسأل. تعبت ادعي لنا بقى شو نقول. هتسأل. ما كلنا هنسأل. ربنا ربنا كريم. ما يسألش أبدا. ربنا كريم. ادعي لنا بقى، ادعي بقى عشان نقوم نطلع الزيارات. اللهم اغفر له وارحمه. آمين يا رب. اللهم اغفر وارحمه آمين يا رب. وتجاوز عما جنت يداه. يا رب يا رب يا رب يا رب تجاوز عما جنت يداه يا رب. يا رب. يا رب اغفر كل ذنب بطشتها يداك، وكل ذنب بطشتها أعيننا ورأتها، يا رب يا رب. وكل ذنب خطر على قلوبنا يا رب يا رب. لنا وجميع المسلمين. يا رب بعزتك وجلالك
لولا أنك لا تسأل بالجنة لسألتك بالجنة. يا الله، يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك قلت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعوذ بك من الظلم، نعوذ بك من الظلم والفحش. اللهم يا رب قلت في كتابك الذي هو عندك يا عبادي كلكم عارد إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اللهم اكسنا يا رب. اللهم إنك قلت في كتابك يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. اللهم أطعمنا يا رب. اللهم أطعم الأمة يا رب. اللهم أطعم هذه الأمة واكسيها واغنيها ما تقطعش لحد. وأخيرا أسأل الله العلي القدير أن يكبر بخاطرنا. آمين يا رب. اللهم اكبر بخاطرنا. يا رب يا رب اللهم اكبر بخاطرنا. يا رب يا رب يا رب عليك جبر الخواطر يا رب. يا رب عليك جبر الخواطر يا كريم. وصل اللهم على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وسيد سادات العرب والعجم أجمعين. وصل اللهم عليه. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يا رب. أشهد أن لا أشهد أن لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا